السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل كيكه، هنعمل كيكه الموز، حاجه كده افتكاسه يعني من افتكاساتنا. هنعملها بطريقه حلوه قوي، يا رب تعجبكم. معايا هنا موز اي كميه، مش مطلوب كميه قد ايه، اي كميه موز عندك. طبعا انا لقيت دولت كده عندي باقيين كده قلت اعمل بيهم كيكه موز بقى. عندي بيضتين. الحاجات اللي هنستخدمها كلها بدرجة حرارة المطبخ، يعني مش ساقعة ومش سخنة، يعني خصوصا اللبن، عشان في ناس بتحط لبن سخن لا، هيبوظ معاك الكيكة على طول. تمام، حطيت هنا بيضتين، هحط سنة خل كده صغننة، تدي هشاشة للكيكة حلوة قوي، بتضيع اي زفارة في البيض. حطيت سنة ملح برضو صغننة جدا. معايا واحد فانيليا، عندك اكتر من واحد حطي، يعني ممكن تحطي 2 بس ده كان عندي واحد بس يعني. حطيت كوباية لبن، ديت مش سخنة ومش ساقعة، من درجة حرارة الجو الغرفة بتاعتنا العادية او المطبخ. معايا كوباية ونص سكر، حط كده كوباية. وادي كمان نص. انت ممكن طبعا الكيكة غالبا هي بتاخد كوبايتين، بس الموز بيدي تسكيرة في الكيكة، ده الموضوع التاني انا عملت الصوص اللي انا عملته عليه، حطيت عليه سكر، فما كنتش عايزاها تبقى حلوة قوي تجزع عن نفسي، متعرفيش تاكلي منها يعني. هنقي طبعا الموز اللي هو الطري معايا كله او المستوي، وهقطعه جوه الكيكة او مع الخليط ده. تمام، حطيت كده يعتبر كوبايه لبن، حطيت كوبايه ونص سكر، حطيت بيضتين، واحد فانيليا، سنه ملح، سنه خل. وحط الموز الكميه اللي عندك، 2 3 4 الكميه اللي عندك. الموز ده بلدي عندي، كانت ريحته حلوه قوي وكان طعمه حلو قوي، مسكر قوي كده. وحط كده مثلا كوبايه او 3/4 كوبايه زيت على سمنه بس اللي يعجبك يعني. انا حطيت كده نص كوبايه سمنه وهكملها زيت، ممكن تكتفي بنص بس. فاهمه قصدي ايه؟ يعني الكيكه بتاخد اي مقدار على فكره، في السمنه والزيت بتاخد اي مقدار، يعني مثلا معاكي من نص كوبايه لكوبايه. انا حطيت الكميه دي. ممكن زي ما قلت لك تكتفي بزيت بس او سمنه بس، زي المتوفر عندك زي ما انتي عايزه. تمام، هضربهم بقى في الخلاط كويس قوي وهرجع لك تاني. معايا هنا كوبايتين دي بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها السكر والسمنه واللبن وكده. هنزل كده، انا نخلاهم طبعا، هنزل كده بالخليط بتاعي على الدقيق. كنت هنسى، بصوا بقى البيكنج باودر او الكيك شيف ده حلو قوي يا جماعه، بيخلي الكيكه كده هشه وجميله قوي. الدقيق عايزه اقولك لو نخلتيه بيدي نتيجه احلى كتير يعني. هو انا غالبا كميه الدقيق بتاعتي مع المقادير بتبقى مظبوطه، بس لو لقيتي معاكي الخليط مثلا ايه، محتاج مثلا سايل معاكي قوي، حطي شويه دقيق. لقيتيه مثلا العجينه ناشفه قوي كده معاكي، زودي شويه لبن، ده الاحسن يعني. ما ينفعش تزودي مثلا زيت او سمنه، ما ينفعش برضو تزودي بضايه، لا شويه لبن هيدوكي نتيجه احلى لو زي ما قلت لك العجينه معاكي ناشفه كده يعني. هقلبهم كويس قوي قوي مع بعض. عايزه اقول لكم ريحتها بجد كانت حلوه جدا قبل ما احطها في الفرن، ما بالك بقى لما حطيتها في الفرن كده، هي بقت بالقوام ده انا عايزاها كده بالظبط. تمام، هجيب الصينيه اللي هعمل فيها اللي هحط فيها الكيك، هدهنها طبعا، ادهنيها اي ماده دهنيه عندك، ما بطنتهاش بدقيق ولا حاجه، انا حطيت بس حبه زيت ودهنتها كويس جدا من الجناب ومن كل ناحيه.
وما تنسوش يا جماعه في اي حاجه تعملوها لازم تدهنوا الجناب، لان الحاجه لما بتبقى مش مدهونه بتلزق فيها، بتبقى مش حلوه خالص. ما تقوليش مش مهم، لا مهم. هنزل بالخيط بتاعي في الصينيه، ودي صينيه متوسطه يعني مش كبيره قوي مش صغيره قوي، يعني المقدار ده في صينيه متوسطه. وزعيه كده في الصينيه كويس. طبعا ما ينفعش تقعدي ترزعي فيها كده زي ما بنعمل البسبوسه او كده، تخرجي منها الهواء لان هي بتبقى عامله فوليوم كده، تخرجي منها الهواء هتبقى مش حلوه معاكي وهتهبط معاكي. انا حاطه طبعا كده في الفرن. هنقي الموز اللي هو الجامد اجمد حاجه، وهزوق بيه الصينيه كده من فوق. ممكن يعني مثلا تستغنى عن الحته ديت، بس انا بحب الصراحه يعني ايه ازوق الحاجه كده. آه والباقي هعمل بالصوص اللي انا هوريه لكم، هعمله بطريقه حلوه جدا وهيعجبكم قوي، وفعلا ادينا نتيجه حلوه قوي، كان طعم وريحه بجد كان فظيع يعني. قطعي انتي بالطريقه اللي تعجبك، انا بفضل الطريقه دي مش فاهمه ليه يعني بس انا بفضل الطريقه دي. قطعت كده الموزتين دول، ومعايا 3 موزات اهم، هعملهم في نفس الخلاط، ما غسلتوش ولا حاجه. هتقولي زفرت بيضه، هقول تقولي مش عارفه، اقولك ده يتحط على النار، النار بتضيع اي حاجه، ثم الموز كان مغطي على ريحه اي حاجه بصراحه يعني. طبعا عندك واحده فانيليا هنا حطي، انا ما كانش عندي، هو مش اساسي يعني، بس لو عندك حطي. معايا هنا كوبايه لبن، حطيت الموز كده وحطيت كوبايه لبن، تمام، ونص كمان على حسب طبعا الصوص اللي انت عايزاه، ممكن تحطوا كوبايتين، ممكن تحطوا كوبايه واحده. وطبعا التحليه برضو على حسب المزاج، انا حطيت كده بتاع نص كوبايه سكر، عايزه تكتري شويه ماشي، تمام. بصي ديت معلقه نشا، معلقه كبيره كده هرميه نشا. بصي ده كاستر، حطيت منه نص معلقه او اقل من نص المعلقه كده شويه، ممكن تخلي الموضوع كله نشا او كاستر بس انا حبيت كده يعني ايه اعمل خليط كده. هضربهم في الخلاط كويس قوي، وجبت هنا حله فاضيه. انا ما ضربتهوش كويس، انا عايزه فيه يبقى قطع موز كده، انا قصده الحته دي. طبعا هصفيه كده كويس وهروح بيه على نار درجه حراره متوسطه، عشان انا مش عايزاه يشيط، انا عايزاه يتقل من غير ما يشيط. طبعا كده طلعت الكيكه اهي، طلع شكلها حلو جدا جدا، ريحتها كانت حلوه قوي. عملت التست كده بتاعي، لقيت الصينيه السكينه او اي حاجه طالعه كده نظيفه ما فيهاش اي عجين كده، استوت. انا هقسمها بالطريقه دي، طبعا انتي قطعيها بالطريقه اللي تعجبك خالص. عايزه اقولك كانت ناعمه كده، وكانت مفروله كده زي البسبوسه، وكان طعمها حلو جدا، كان طعمها وريحتها كانت فظيعه. شايفين بالشكل ده بجد كانت ناعمه، ما كانتش مستحمله خالص يعني، مع انها ما كانتش لسه بردت كويس. شايفين قوامها، شايفين لونها هشه جدا، وكان طعمها حلو قوي، وريحتها كانت حلوه جدا. على فكره هي كده لسه سخنه، هي لسه يعني مش سخنه قوي ولكنها سخنه. هقطعها انا كمان بالشكل ده تاني، حتى كمان عشان الصوص اللي انا عاملاه يعني يتغلغل في الكيكه كويس، وانا بحب شكل المثلثات اكتر يعني. شايفين هتبقى بالشكل ده كده، كانت فعلا مش مستحمله خالص، وكانت دايبه، وكانت طعمها حلو قوي. مستويه كويس جدا من تحت ومن فوق، وبجد يعني كانت فظيعه. شايفه قد ايه دايبه. هكمل انا بقى كده تقطيعها.
طبعا أنا زي ما قلت لك قطعيها بالطريقه اللي تعجبك. اهم حاجه بس وانت بتسويها اظبطي الفرن، اظبطي درجه حراره الفرن، وتكوني طبعا مشغلاه من قبلها. بص قعرها عامل ازاي، شايفه لون فظيع، شايفه قوامها عامل ازاي. طبعا البهدله ديت الصوص هيغطي كل حاجه ما تقلقوش. طبعا انا معايا صوص اهو، خليته يدفى شويه وخليت يعني خليته يبرد شويه، وخليت الكيكه كمان تبرد شويه علشان لو حطيته وهي سخنه هتهبط منك، هتهبط منك خالص وهيبقى هتبوظ خالص يعني. طبعا هو كل حاجه ما بردتش على الاخر ولكن يعني دافيه كده. هنزل بالصوص بتاعي بالشكل ده. عايزه اقول لكم بجد يا بنات ريحتها كانت حلوه قوي، ريحتها بجد ريحه الموز كانت فظيعه، ريحتها كانت حلوه جدا وطعمها كان فظيع يعني. جربوها بالطريقه دي يعني كده من باب التغيير. ومعايا الموز هزوقها طبعا بالطريقه دي. انتي عايزه تستغنى عن الخطوه دي مفيش مشكله، عايزه تزوقها بطريقه تاني او تحط عليها اي حاجه تاني، بس انا فضلت الموز يعني مرضتش احط حاجه تاني عشان هي بالموز. تزوقها بطريقتك واكيد هتعمليها احسن مني بكتير طبعا. ودي كانت الكيكه بتاعتي بالطريقه بتاعتي، يا رب تعجبك. شكرا جدا على المتابعه، متنسونوش في اللايك والاشتراك.